أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من البودكاست. ودي مش أول، تاني تجربة لإني أسجل فيديو، لإني صراحة كنت حاسس إن الحلقة دي محتاجة إنها تكون متسجلة فيديو عشان يعني هوريكم فيها شوية حاجات وإحنا بنشتغل. اتكلمنا الحلقتين اللي فاتوا عن حاجتين مهمين، وهما إزاي ندير الكالندر بتاعتنا أو موعدنا بشكل عام، وإزاي ندير الإيميل، وعرفنا ازاي نستخدم تقنيات مختلفة تسهل حياتنا بيهم. لو ما كنتش سمعت الحلقتين اللي فاتوا يعني افضل ترجع تسمعهم قبل الحلقة دي، اتليست الحلقة الاولى، لان في حاجات هنرجع لها ليها علاقة باللي قلناه في الحلقة الاولى. النهاردة المفترض هنتكلم عن الفرع الثالث في ثلاثي الانتاجية، ويمكن نسبيا اكتر حاجة الناس هتستخدمها، وهي ادارة المهام او ادارة التاسكات، تاسك مانجمنت يعني بشكل عام. حقيقة أنا قعدت أفكر كتير جدا في الحلقة دي، وعشان كده يمكن اتأخرت شوية، لأن الموضوع ده يعني كبير وليه بتاع 500 طريقة وأسلوب تفكير، ويعني وأسلوبي المفضل اللي هو الجي تي دي محتاج وقت أطول شوية عشان أتكلم عنه. فقررت يعني إن أنا أعمل حاجة أظرف وأبسط وتدي المستمع أو المتفرج المرة دي نتيجة يعني سريعة، يعني تلاقي حاجة تعرف تنفذها بسرعة. وهي هتكلم عن كونسبت اسمه الايديا اكسكيوشن فانل، وده تكنيك حديث نسبيا، وهو طريقه عمليه وبسيطه جدا لاداره المهام والافكار بشكل عملي. انا اخترت ده مش بس عشان هو سهل، ولكن عشان ده هيسمح لك تبدا على طول يبقى عندك سيستم بسرعه. ومش بس كده، انا في الفيديو ده او في الحلقه دي يعني هوريك كمان ابلكيشن معين كده اسمه امبل نوت، هو ابلكيشن مجاني وموجود على الموبايل وموجود على اللابتوب. هشرح لك الكونسبت الفانل بتاعه الافكار دي او الطريقه اللي انت تمانج بيها، وكمان هوريك ازاي تاكسكيوت دوت على التول دي بحيث تخلص فرجه على الحلقه دي. ولو مشيت معايا في بعض الحاجات اللي انا بعملها خلال الحلقه، يبقى ما عندك اوريدي سيستم جاهز تخش على طول، تبقى على طول يعني هندل. اوكي، طيب الفكره ببساطه، انت لو بصيت على اغلب طرق تنظيم المهام والمنتال مودلز المختلفه، هتلاقيهم هم كتير، يعني هتلاقيهم متقسمين جينيريكلي لاربع مراحل. اوكي، اول مرحله حاجه اسمها الكابتشرنج، اللي هو كرييت وكابتشر، والمرحله الثانيه اسمها اديت او ريفاين او اورجنايز، والمرحله الثالثه اسمها ميك اكشنبل، والرابعه اسمها سكيدول. طيب الكلام الملخبط ده تعالى نتكلم على المراحل دي بالتفصيل. اول مرحله اللي هي الكابتشر، ودي باختصار كده الهدف منها ان انت يبقى عندك طريقه تقفش بيها افكارك دي بقى. كانت تاسكات بقى، قابلت تويته فكرتها عجبتك، جت في دماغك فكره، كنت في ميتنج وعايز تاخد منه نوتس، جالك مكالمه تليفونيه وحد قال لك مثلا عدي على خالك في المستشفى بعد ما تخلص الشغل، شفت بوست فيسبوك فيه فكره عجبتك، قريت مقال وفي حته في المقال دي انت كنت عايز تحتفظ بيها، جالك ميل في تاسكايه محتاج تعملها فعايز تفتكرها، شفت فيديو زي الفيديو الجميل ده مثلا، فقررت ان ففي شويه نوتس انت خدتها من الفيديو عايز تحتفظ بيها، انت اوريدي بتعمل الجورنالينج بتاعك. فاحنا طول اليوم ماشيين، بيعدي علينا حاجات، مديرك طلب منك حاجه، جالك ايميل، جالك فكره صايعه عايز تناقشها مع اصحابك على القهوه، شفتي فستان عجبك وعايزه تبقي تبصي سعره كام على شيء وتخلي الصوره عندك. فالهدف من المرحله دي ان يبقى عندك ثيوريتيكلي يعني صندوق زي ده. الصندوق ده باختصار يا باشا او يا هانم او يا وات ايفر، تجمع فيه كل الهرس بقى اللي احنا جبنا سيرته دوت. اوكي، ده صندوق التجميع، الانبوكس بتاعك مجازا يعني. والهدف الرئيسي من المرحله دي، وهي اهم حاجه تنفذها كويس لان ده حجر الاساس، ان يبقاش في حاجه في المتسابه، يعني كل حاجه تيجي على بالك تعمل لها تخرجها من مخك وترميها في هذا الصندوق مجازا يعني. ليه؟ لانه هو ده اللي هيفضي مخك، هو ده اللي هيجيب لك الراحه النفسيه، انه مفيش حاجه ضايعه منك، مفيش حاجه منسيه، مفيش حاجه هتقعد تقول ايه ده، هو انا كان عندي ميعاد يوم الاربعاء، هو انا كان عندي ميعاد يوم الثلاث، مفيش حاجه منسيه خلاص، كل حاجه موجوده في الصندوق. تمام، طيب خلصنا المرحله دي، رميت كل حاجه في الصندوق. بنيجي للمرحله الثانيه من الفانل دي، وهي مرحله الاورجنايزر ريفاين الاديت.
وهي مرحله الترتيب والتنظيم والفرز باختصار. هتبتدي بقى تبص على كل العك اللي انت راميه في الصندوق بشكل غير منظم تماما، وتبتدي بقى ايه، تقسمه زي المكتبه الجميله دي. والله هنحط النوتس في الحته في الرف ده في المكتبه، هنحط الريفرنسز في الرف ده، هنحط التاسكات في الرف ده، هنحط البروجكتس في الرف ده، الايدياز في الرف ده، وات ايفر. فهنا مرحله الفرقان، هنفرق بين الغث والسمين. الافكار بقى، في حاجات انت هتقعد تكتبها او تجمعها، وبعدين لما تيجي تبص تقول لا خلاص دي ما يعني كنت حاسس انها مهمه دلوقتي، بس لما جيت ابص لقيت ملهاش لازمه. او لا دي نوتس انا عايز اقعد افكر في الفكره دي واجمعها واخرج منها افكار تانية بعدين. لا دي تاسكات محتاج احطها في التاسك مانجمنت سيستم بتاعي. لا والله ده ملوش لازمه، لا ده مهم، لا ده محتاج يتعمل النهارده، لا ده محتاج يتعمل بكره. فشويه تنظيم كده. احنا يعني عمليا كاننا بنحط الكتب اللي احنا رميناها دي اللي هي الستاف بتوعك، هنرتبهم بقى في المكتبه حسب هم ايه. اوكي. وبعد كده بتخش على المرحله الثالثه وهي ميك ات اكشنبل، مرحله الاكشن. هنا بقى دي مرحله، يعني المرحله اللي فاتت احنا رتبنا وحطينا الافكار في حته، والبروجكت في حته، والنوتس في حته، والتاسكات في حته. حلو. هنا بقى هتيجي للتاسكات دي وتخليها اكشنبل. يعني ايه اكشنبل؟ يعني هنستخدم اللي هو حاجه انت اكيد عدت عليك في حياتك لو انت اشتغلت ولو نص ساعه، كونسبت اللي هو سمارت تاسكس، اللي هي عارفين فكره ميجرابل وسيمبل بلا بلا بلا. المهم يعني باختصار، يعني ايه سمارت تاسك؟ يعني تحول الحاجات اللي مكتوبه اللي انت كاتبها كتاسكات دي ل حاجات قابله للتنفيذ بشكل مباشر، تاسك جاهزه. زي ايه مثلا؟ بدل مثلا ما اقول انا اكتب تاسك، وده كنت بعمله زمان انا، وده اللي بيخلي دايما الحاجات ما تتعملش، ان هو كاتب التاسك اعمل حلقه جديده من البودكاست. في ناس كتير بتكتب التاسك بالطريقه دي صح، وانا كنت منهم يعني. بس هل اعمل حلقه من البودكاست دي تاسك؟ لا ده مش تاسك، ده مش حاجه اكشنبل ما تقدرش تعملها بشكل مباشر. لا، حول الفكره دي لتاسكات فعليه. يعني قول ايه مثلا، هقسم الموضوع ده لايه. اختار موضوع الحلقه دي تاسك، اعمل ريسيرش عن الموضوع ده تاسك، اعمل اوتلاين للحلقه دي تاسك، اكتب سكريبت الحلقه ده تاسك، سجل الحلقه ده تاسك. فالكلام العام اللي انا كنت كاتبه دوت عشان بسرعه عشان ارمي في الانبوكس عشان بس ما انساش، حولته بقى لمجموعه تاسكات واضحه صريحه قابله للتنفيذ. والمرحله دي بقى بنعمل فيها شويه حاجات تانية ليها علاقه بالتاسكات، اللي هي ازاي نرتبها وازاي نحط اولوياتها ونقول فين المكان اللي هتتنفذ فيه وهي مستعجله ولا لا وتتعمل امتى. ودي من تجربتي الشخصيه مع الناس ومع شخصي برضو، ان دي اكتر حاجه الناس بتعطل فيها، بتبقى مش عارفه طب دي ارتبها ازاي، ايه اعمله قبل ايه، ايه اهم من ايه، ايه المواعيد. ودي ألذ حاجه هتعجبكم لما اجي اشرح لكم امبل نوت، لانه بيعمل حركه كده صايعه جدا بتبسط لكم الفكره دي. بس خلينا في الاطار النظري دلوقتي. حلو. فكده خلاص لمينا الافكار، رتبناها، خدنا التاسكات وظبطناها وخليناها اكشنبل، ووضحنا ايه هي التاسكات اللي محتاجه تتعمل، وقلنا ايه المهم وايه اللي مش مهم. المرحله الاخيره بقى في هذه الكونسبت وهو سكيدولت كالندر. يعني ايه سكيدولت؟ يعني بدل بقى ما انت سايب التاسكات دي في الهوا، سايب الحاجات دي مجرد عندك تو دو ليست بلا معنى، هنبتدي بقى نبقى برو اكتف، هنبتدي نرتب التاسكات دي ونديها توقيتات معينه نشتغل عليها. ومن هنا بقى هنستلهم اللي اتعلمناه في اول جزء في السلسله بتاع الكالندر، وهنبتدي بقى نربط التاسك مانجمنت والنوت مانجمنت بان احنا نرتب الكالندر بتاعتنا. فهنبتدي بقى ناخد التاسكس دي ونسقطها في الكالندر بشكل او باخر، بحيث ان انا هقول لا والله انا التاسك دي هعملها في المكان الفلاني في اليوم الفلاني، والتاسكات دي في الفلاني. وابتدي بقى ايه، اقعد مثلا يوم كده في اول الاسبوع ارمي التاسكات على الكالندر، واقعد بقى اتفرج على هذا المنظر الرائع لكل حاجه في حياتي مترتبه متنظمه محطوطه، معروف هعملها امتى، هعملها ازاي، بشكل واضح، عارف ان مفيش حاجه ناقصه، عارف ان كل مواعيدي ملمومه. سلام نفسي وراحه. حاول تتخيل كده، غمض عينك معايا ثواني وحاول تتخيل ان انت لو نفذت بقى كل الكلام ده وكل اللي قلناه في الحلقتين اللي فاتوا، انت دلوقتي هتبقى شخص كل مواعيده عارف بالظبط هي امتى وفين، ومش محتاج تفتكرها. في حاجه هتيجي تفكرك هتقول لك يا نور، يا احمد، يا مريم، عندك ميعاد كذا في الوقت الفلاني في المكان الفلاني، وات بقى كان شكل تفصيل ده. ايميلاتك متنظمه،
مفيش حاجه وراك محتاج تفتكرها. اي حاجه وراك لما يجي الوقت المناسب هتفتكرها، هتشوفها قدامك، هتعرف ان المفروض اعمل ده دلوقتي. كل الحاجات اللي انت مطلوب منك تخلصها هذا الاسبوع، انت كل حاجه منهم ليها وقت وميعاد محدد وعارف هتعمله فين وامتى. مش محتاج تفتكر حاجه، مش محتاج ترتب في دماغك يومك هيمشي ازاي، مش محتاج تعمل اي حاجه. you just need to execute. متخيل قد ايه الموضوع ده لطيف؟ كده الكونسبت كله واصلكم. طيب تعالوا نلم تاني سريعا كده كل اللي احنا قلناه لحد دلوقتي، اللي هو بالنسبه لحلقه النهارده يعني. قلنا تاني عندك 4 مراحل. اول مرحله هتجمع كل افكارك وتاسكاتك في مكان واحد. الثانيه هتفرز وتنظم وترتب. الثالثه تحول التاسكات لشكل قابل للتنفيذ اكشنبل. وبعد كده تحدد وقت للتاسكات دي وترميها في الكالندر بتاعك وتحدد لها مواعيد. في العادي كل مرحله من دول الناس بتستخدم لها ابلكيشن لوحده. يعني في التجميع الناس بتستخدم بوك ماركس بقى، بتستخدم حاجه زي رين دروب، بتستخدم ابل نوت، بتستخدم جوجل كيب، وات ايفر كانت التول اللي بتستخدمها. في مرحله التنظيم والترتيب والفرز في ناس بقى بتستخدم حاجه زي ايفر نوت، حاجه زي نوشن. في برضه حاجات للتنظيم كتير. في ترتيب التاسكات بقى ممكن تكون بتستخدم تاسك مانجر زي جوجل تاسكس ولا تودويست ولا تيك تيك وانا جبت سيره الحاجات دي كلها كتير قبل كده. واخيرا بقى بترمي الكلام ده على الكالندر، او سواء ابل بقى او جوجل او اي حاجه من اللي انا قلته لكم في الحلقات اللي فاتت، التولز الظريفه اللي انا اتكلمت عنها. جينا بقى سنه 2020، جت شركه لذيذه اسمها امبل نوت وقالت انا هجمع الكونسبت ده بتاع الايديا اكسكيوشن اللي انا لسه حكيه ده، وحط لك واعمل لك تول واحده تقدر تنفذ فيها كل ده من غير ما تبقى بتشحطط وتتنطط ما بين تولز مختلفه وتربطها مع بعض. وده اللي هنبدا نشرحه دلوقتي ونربطه بالمراحل اللي قلناها، وهوريكم كمان شويه مميزات لطيفه في التول من وجهه نظري مخلياني يعني ارشحها لكم. لما انت تفتح امبل نوت عامه هتلاقيه، وانا هفتحها دلوقتي معاكم وافرجكم يعني. هتلاقيها متقسمه ل 4 تايبس. اول تايب او اول يعني او 4 تابس يعني. انا تعالوا اوريها لكم على طول يعني. اهي دي امبل نوتس، نجيب ده كده شويه. هتلاقوها متقسمه جوتس نوتس تاسكس كالندر. وهم ببساطه يعني مربوطين بالاربع مراحل اللي انا قلت لكم عليها. الجوتس هي المكان اللي بتعمل فيه الكابتشرنج والرايتنج، والنوتس هي اللي بتعمل فيه الاورجنايزنج والريفايزنج، والتاسكس اللي بتعمل فيها البلاننج والبريورتيزيشن وتظبيط التاسكات والاكشنبل، والكالندر بتعمل فيها السكيدول والكومبليت. خليني حتى تعالوا نبتدي نروح مع بعض حتى اوريكم بقى ايه مثال عملي لهذا الموضوع. تعالى نتخيل اهو. بص، اول ما بتفتح امبل نوت، انا هنا ده مليان، انا كنت بستخدمه زمان بس بقالي فتره ما بستخدموش لاسباب مش مهمه دلوقتي. بس ايه هتلاقوا شكله عامل كده. في نوتس وفي حاجه اسمها تاسكات وفي كالندر. تعالى نبتدي بالبدايه. انا في حاجه اسمها الديلي جوتس او الديلي نوت. دي كل يوم هو بيفتح لك زي نوت بوك جديده بتاريخ النهارده. دي اللي انت على مدار اليوم ده اللي انت تستخدمه، مش تستخدم اي حاجه ثانيه. فاي افكار بقى تجي لك. تعالى ننزل تحت شويه اهو. استنى، كان في حته انا عايز اوريكم ديلي نوتس يعني انا كنت شخصيا عاملها، بس هو مش راضي يرجع ورا قوي كده. ماشي. ديلي نوتس هنا تقدر مثلا تعالى نقول هقول انا بدأ يومي النهارده ايه؟ النهارده يوم الاربعاء. تعالى نفترض النهارده احنا في الويك اند، فانا هحط عايز اعمل ايه؟ بلان فور ويك اند. وابتدي واقول سوري مثلا go with my friends to watch Oppenheimer. عامل حسابي ان انا في الفيلم visit my parents we work on a new podcast episode with title surprise. مش هقول ايه هي عشان في دماغي سربرايز فعلا. حلو. طيب ده كده وانا شغال طول اليوم. جيت ابص هنا لقيت ايه؟ والله بص، اوبنهايمر ده دي تاسك حولتها لتاسك. البتاعه دي حولتها لتاسك. visit my parents حولتها لتاسك. هنا في فكره why are we here.
فكره جت في بالي كده، عايز افكر لماذا نحن هنا. عايز اعمل حلقه جديده من البودكاست، التايتل بتاعها هيبقى سربرايز سربرايز، فانا عايز دي احولها لنوت، اسميها سربرايز سربرايز. تمام. فسربرايز سربرايز دي اتحولت لنوت. دلوقتي لو دوست عليها بتفتح يا ابني اهي. ماشي، عشان أنا هنا في الجوتس فمش هتبان. فسربرايز سربرايز دي اتحولت لنوت ليه؟ انا قلت ان انا دي عايز احولها لنوت عشان ابقى اكتب بقى فيها تفاصيل اكتر. فلو جينا للنوت هنا هتلاقي اهو بقى في نوت اسمها سربرايز سربرايز. اقدر هنا اكتب بقى تفاصيل مختلفة للحلقة، واديها تاج معين، وارتبها واحط كود واعمل اللي انا عايزه. نيجي للتاسكات هنلاقي، تعال نرتبها بالاحدث. هو مترتبة ازاي هنا؟ هو حاطط القديم. ماشي، تعالوا للتاسكات ندي مثلا التاسك دي محتاجة تتعمل today، وهي urgent and important. تمام، تاني رحت التاسكات اهي هلاقيها فوق. لو بكلمكم عن القصة دي كمان ثواني. فهتلاقي هنا ايه التاسكات من كل النوتس اللي انا عاملها. واخيرا الكالندر. لما تفتح الكالندر بقى هتلاقي هذا المنظر الرائع. تعالوا نقول ان انا عايز ابص على الاسبوع كله، وهتلاقوا التاسكات هنا على اليمين، واقدر مثلا اقول له والله يا جماعه انا عايز التاسك دي، عايز اعملها النهارده الساعه 7. فانا خدت لها معايا ده الجنرال ايديا بتاعت ازاي تستخدم التول. اتمنى ده يكون واضح وسهل. طيب تعالوا هعمل لكم برضو يعني زي ايه، زي يوز كيس، يعني حاجه اشرح لكم مثلا انا هعمل ايه. فانا شخصيا لما باجي كنت بستخدم التول دي، كنت باجي ايه، باجي اول الاسبوع اقوم دايما اقعد كل يوم اتنين. تعالوا نفترض ان يوم الاثنين ده اللي هو نفترض انه يوم 8، وبقعد اخطط لاسبوعي كله. بقعد اكتب هنا تاسك 1، تاسك 2، ايديا، فيديو واتش، كول فلان. فانا بقول لا دول تاسكات احولهم لتاسكات، وايه فلان ده دي تاسك برضو، ودي ايديا هخليها زي ما هي، وممكن اعمل لها نوت تو. لما بتعمل علامة البراكت الكبير مرتين بتكريت لها نوت. تمام. فهنا ببتدي احط البلان بتاعت اسبوعي والتاسكات اللي انا محتاج اعملها وبتاع. لو في حاجات جديده يعني، طبعا لو في، طبعا في اوريدي بيبقى من الاسبوع اللي قبله تاسكات قديمه وحاجات كتير محطوطه. وبالمناسبه بقى في حاجه كمان روشه جدا اسمها اللي هي التاجز. تقدر انت بقى تعمل والله دي التاسكات بتاعت البيت، دي تاسكات الشغل، دي تاسكات بروجكت مثلا كنت شغال عليه مع شركه اسمها اكزيت فال، فكنت اي حاجه ليها علاقه بيهم بحط لها هاشتاج. الحاجات المتعلقه بصيانه العربيه عندي، بص اهو كان في شويه حاجات عايز اعملها في العربيه، فانا حاطط التاسكات دي ومديها الهاشتاج ده. فايه الجوتس هي المكان اللي بكتب فيه كل افكاري اليوميه. كل يوم انا بفتح الجوت بتاعت اليوم واسيبها قدامي في جنب، وكل ما احتاج حاجه اقوم ايه كاتبها. بعد كده اجي للنوتس. هنا ده المكان بقى اللي انت بتحط فيه نوتس، النوت الاسبوع لو انت عاوز، او اي نوتس تانية تاخدها بقى انت. اهو ده مثلا ده البروجكت بتاع الفريلانس بتاع البودكاست لما وقفتها فتره، دي الحاجات اللي انا كنت عايز اعملها، بعض الافكار بلا بلا بلا. فهنا النوتس دي المكان اللي انت بتنظم فيه افكارك وبتعمل لها فليشنج داون وهكذا. والتاسك هنا التاسكات اللي عندك كلها اللي موجوده في اي نوت. فانت مش محتاج تقعد تحط التاسكات في مكان معين، لا انت اي وقت وانت شغال عادي وبتكتب في الجوتس جت في بالك الشت انا محتاج اعمل التاسك دي، تقوم حاطط التاسك وهم هيتجمعوا هنا. طيب ايه الحاجه بقى الروشه اللي انا قلت لكم عليها في التاسكات؟ لو انت جيت هنا لاي تاسك، تعال نقول ايميل باك لينكس ايا كان، هتلاقي انه امبل نوت بيعمل حاجه صايعه قوي. بيسمح لك ان انت تختار شويه اشياء هنا.
اولا هي التاسك دي ريبيتبل ولا لا، يعني دي حاجه محتاجه تتكرر كل مره، كل يوم، كل وقت معين، مره كل اسبوع اعمل التاسك دي تاني، ولا التاسك دي كل ما تخلصها اعمل لها تاسك تانيه. تاني حاجه ممكن تحدد لها ميعاد، تبتدي امتى تنتهي امتى، وتطلب وتحط ريمايندر تقول انا عايزك تفكرني قبلها بيوم او قبلها بخمس ايام، التاسك دي مثلا الشهر الجاي، فبص مش عايزها تبان في اي لسته واخفيها لغايه الفتره الفلانيه. وهنا بقى دول اهم حاجه، التاسك دي في تقديرك الشخصي هتحتاج وقت قد ايه؟ ربع ساعه، نص ساعه، ساعه، اكتر من ساعه؟ تمام. والبريوريتي بتاعه التاسك دي ارجنت محتاج تعملها الاسبوع ده، ولا التاسك دي ولا لا؟ طب هي امبورتنت، دي حاجه مهمه ولا مش حاجه مهمه قوي؟ شايفين فوق على اليمين؟ شايفين ده؟ شايفين الرقم الروش ده؟ سيبكم من البتاع دي. التاسك سكور. ايه التاسك سكور ده؟ دي حاجه بقى من اروش الحاجات، بس انا بقى اشيل العبط ده، من اروش الحاجات اللي موجوده في امبل نوت. ايه هي؟ بناء على الحاجات اللي انت بتحطها هنا، امبل نوت بيبتدي يدي سكور للتاسك دي. ما تفكرش هو بيعملها ازاي. هذا السكور على اساسه بيحدد اهميه التاسك والمفروض تعملها قد ايه. فبيزد على البيانات اللي انت بتحطها بقى لتاسكاتك، هو بيبتدي يرتب التاسكات بناء على اللي واخده اعلى تاسك سكور. فمش محتاج بقى تقعد تفكر محتاج تعمل ايه قبل ايه. فبناء على ده تقدر بسهوله تعرف التاسكات، لا دي محتاج تعملها الاول، دي محتاج تعملها بعد كده، بلا بلا. يعني دي اللي هي الريد دول اللي هم اهم تاسكات، البلو اللي بعدهم، الجراي دول اللي هم يعني مش مهم يعملوا في اي وقت. تمام. وفي حاجه بقى روشه جدا كمان بيعملها، انه بناء على التاسك دي بقى لها قد ايه موجوده وما اتعملتش، بيبتدي يعني بعد فتره هتلاقي التاسكات القديمه السكور بتاعها عالي. هو برضو اوتوماتيكلي السكور ده بيتغير بناء على والله دي تاسك كان المفروض تعملها بقالك كتير، فكل ما الوقت بيعدي كل ما اهميه التاسك دي بتزيد لان انت متاخر فيها. فهو بيستوعب ده لوحده وبيميك شور انه يرتب التاسكات بالطريقه دي. فدي طريقه روشه جدا للتعامل مع التاسكات. وفي برضه هتلاقي هنا في شورت كاتس، اللي هي دي التاسكات اللي انت مديها انها محتاجه تتعمل الاسبوع ده، ودي التاسكات اللي انت قايل ان هي urgent او important او urgent وامبورتنت. تمام. وتقدر كمان وانت في الفيو بتاع التاسكات ده تفلتر التاسكات بتاجز انت حاططها. والله انا عايز التاسكات المتعلقه بس بصيانه العربيه عندي، هتلاقي والله بص على الطنابير مش عارف ايه اعمل ايه الخ الخ اوكي. والله دي التاسكات المتعلقه بالبودكاست محتاج انا اعملها، والله دي لا دي بايظه خالص. فدي مرحله التاسك. والمرحله الاخيره بقى وهي زي ما قلت لكم اروش حاجه على الاطلاق، وهي مرحله الايه، تعالى هدي هنا، مرحله ازاي ترمي الحاجه هنا. هنا هتلاقي بقى في حاجه ظريفه، ممكن تقول له صوره التاسكات دي بالتاسك سكور اهم تاسكات، او بالموست ريسنت. والله لا انا عايز التاسكات اللي انا حطيتها النهارده تبان لي في الاول. اوكي. في حاجه بقى اروش واروش، انت ممكن بقى، بس ده طبعا يعني تعديلات كلها بقى اللي هو حسب مزاجك، يعني تقول له والله انا عايز التاسكات اللي عليها التاجز دي بس هي اللي تظهر لي، او التاسكات اللي في النوتس الفلانيه بس اللي تظهر لي. وانت بقى بناء على ده تيجي انت في اول الاسبوع، عن اللي انا بعمله اجي اقعد في اول الاسبوع وابص بقى على التاسكات دي وارتبها، واشوف مثلا والله دي اهم تاسكات عندي، لا التاسك دي انا عايز اعملها الاسبوع ده، هاتها، هات التاسك دي، مش عايز تسحب ليه، ارميها، عايز اعملها بكره ان شاء الله. التاسك دي لا خلاص مش مهمه، دي شيلها شيلها، شكرا. الله حلو الانيميشن ده جديد ما كانش موجود قبل كده. والتاسك بتاعت نوشن دي لا بص اخفيها كمان 3 اسابيع كده بقى ايه فكرني بيها. لكن التاسك بتاعت ات اندي هاكرز دي مثلا محطوطه بلو، لا يا معلم انا دي انا التاسك دي تهمني، التاسك دي تهمني. فايه او بص فكرني بيها بكره، فكرني بيها بكرة. او ايديت ديتيلز، تعال نغيرها، لا يعني بص التاسك دي بقت ارجنت دلوقتي، فبص هتلاقي ايه، شايف التاسك سكور كان 2.6 لما دوست ارجنت زاد بقى 5.6. تمام. وهي كانت في المكان الفلاني، وخليني ابتدي شغل عليها اول الاسبوع اللي جاي، هتلاقي البتاع ده حلو. تمام كده. طيب شكرا. بس وابتدي بقى ارمي التاسكات وبتاع وظبطت حياتك. حاجه في قمه الروشنه، صح؟ طيب ليه من وجهه نظري السيستم ده احسن من اي سيستمز تانية موجوده، سبيشال للناس اللي لسه بتبتدي؟ لانه بدل ما انت بقى تستخدم 500 تول، انت هترمي كل حاجه في مكان واحد، كل حاجه سهله وبسيطه وجميل. افتكرت النقطه بس اخيره عايز اقولها لكم. انا قلت لكم في الكابتشر هنا
في الجوتس انت تقدر انت بقى اللي تخش وتكتب والافكار اللي بتجيلك. طب افرض انت زي ما قلت لك كنت بتقرا مقال جميل زي المقال بتاعي ده اللي انا كنت كاتبه عن ازاي بستخدم تولز الاي اي عشان احسن الكونسامشن بتاعي للكونتنت. شفت انت الارتكل ده ويا الارتكل ده النور ده جامد فشخ، انا عايزه ايه اخد الفكره دي وايه واستخدمها يعني عايز اخد نوت من الارتكل ده. في عندهم كروم اكستنشن اسمه امبل كاب، انا هنا منزله، هو انت طبعا سهل يعني تنزله، اسمه امبل كاب. فانت تقدر تعمل بيه حاجات كتير منهم ايه زي ما قلت لكم. انا والله الفكره دي اللي نور قالها هنا في المقال جميله، انا عايز احطها في نوت عندي عشان ايه ابقى يعني عايز افتكرها بعدين. اقوم اعمل رايت كليك وادوس ايه كابتشر سيلكتد تكست انتو امبل نوت. بس شكرا. اتسيفت. اتسيفت فين حقيقي؟ اهي هتلاقي اتعمل لها نوت لوحدها اهي، والمصدر اللي جاي منه منين، يوم ايه، الساعه كام، باستخدام ايه. تمام. طيب بلاش ده. انا عايز اخد، لا انا عايز اخد الارتكل كله، ادوس على البتاع، ممكن اخد سكرين شوت عشان ده بتفرج على فيديو، اعمل بوك مارك، اكتب تكست، اخد الفول بيج يخليه يقرا الفول بيج كلها، واقول له مثلا خد شويه تكست وايه، تعالى ناخد تكست اهو، خد الحبه دول وخد الفكره دي. تمام. طيب اعمل فيهم ايه؟ يا اما تعمل لهم نوت مخصوص وتحطهم في شكل بوليت بوينتس او تو دو ايتمز، يا اما اختار نوت من النوتس القديمه وايه ارمي الكلام ده فيها. حاجه في قمه الروائع. فحته ان انت بقى تكابتشر كمان، تقدر تكابتشر الحاجات اللي انت بتقابلها وانت شغال على الانترنت بسهوله وترميها في امبل نوت وتدخلها في الفلو بتاعك. اخر فكره هقولها لكم قبل ما اسيبكم، يعني هنصحكم بحاجه للناس اللي هي باديه جديد في موضوع ان هي تنظم اسبوعها، وهو كونسبت اسمه ال 1 2 3. ايه ال 1 2 3 ده؟ لما تيجي تخطط ليومك او تخطط لاسبوعك، اعمل ثلاث حاجات او حط اعمل ثلاث حاجات. يعني اعمل، اختار وان ثينج اللي هي النهارده، الكلام ده لليوم، اعمل وان ثينج، اختار النهارده دي اهم حاجه عندي النهارده. الحاجه دي لو انا عملتها خلاص انا يومي ده يوم برودكتيف وجميل. فانت لازم تحدد ليومك ان دي الوان ثينج بتاعت النهارده، دي لازم تميك شور انها تعمل النهارده، ولو حاجه ينفع تعملها في بدايه اليوم كمان يبقى رائع. فانت هتبتدي يومك وانت حاسس بالانتصار وبالانجاز النفسي ان انت خلصت اهم حاجه في اليوم. واختار تو ثينجز اللي هم ليهم ميديوم بريورتي، اللي هو يعني يفضل ان انت تعملهم بس بعد ما تخلص الوان ثينج، ما تجيش جنبهم غير لو خلصت الوان ثينج. والتو ميديوم دول لو عملتهم يعني يبقى انت النهارده بقى يوم اكسترا بلس ايه بلس. ما عملتهمش يعني ما يجراش حاجه عادي، يعني ممكن نعملهم بكره ولا بعده عادي، بس ايه، وحتى ممكن واحده من الحاجتين دول ليتس انك قدرت تعمل الوان ثينج وبعد كده عملت حاجه من التو ميديوم وفضلت واحده، لو هي ممكن اهميتها تزيد اليوم التاني وتخليها دي الوان ثينج بتاعت اليوم التاني مثلا يعني. واخيرا تخلي في ليستتك برضو 3 ثينجز، حاجات ليها لو بريورتي بس نايس تو دو، يعني تحب ان انت تعملها، فاهم؟ والله انا عايز اكلم اهلي الاسبوع ده ما كلمتهمش، فاحطها في الليسته في الثلاث حاجات اللي هم، او بلاش نايس تو دو تبقى اهلي عشان لو شافوا الفيديو ده هيقفشوا عليا ان انا حطيتهم في اخر الاولويه. والله عايز اكلم واحد من صحابي ما كلمتوش بقاله كتير، فانا عايز اكلمه الاسبوع ده لكن يعني مش لازم النهارده يعني، فانا هحطه في النايس تو دو. والله الحاجات اللي في النايس تو دو دي يعني خلصت اللي ورايا وبقى عندي وقت وعملت حاجات منها تمام، ما خلصتش قشطه يعني خلاص، يعني هيتنقلوا للنايس تو دو بتوع بقيه الاسبوع يعني بتوع بكره. طيب لو انت جديد في القصه دي كلها، رايي الشخصي فكك من الكونسبت كله واشتغل على الون ثينج. اقف اللحظه كده وفكر معايا. تخيل ان انت بتعمل كل يوم one big important، انا خليت لكم الون ثينج دي اللي هي اهم حاجه تتعمل النهارده، one big important task for the day. يعني انت خلال السنه هتبقى عملت 365 حاجه مهمه. صدقني صدقني لو انت بس عملت ده، تجاهلت كل حاجه تانية، هتبقى شخص برودكتيف وهتنجز ما لم تنجزه في حياتك. لو انت بس ركزت على doing one important thing او حاجه واحده مهمه كل يوم. لو انت قادر تعمل اكتر من كده امشي بطريقه ال1 2 3 دي، اللي هو حدد لكل يوم
one important thing, two things medium يفضل تعملهم بس بعد ما تخلص one، و 3 things اللي هو قشطه لو فضيت النهارده او جالي مزاج اعملهم ما فيش غير. انا هقول لكم حاجه تانية انا ساعات بعملها الصراحه، وهي ان انا اقعد اول الاسبوع احدد 7 important things. اقول ايه اللي انا بعمله ده؟ 7 حاجات مهمه، اوكي، اللي هم ايه دول ال7 big things اللي انا عايزهم يخلصوا هذا الاسبوع، واعلم عليهم واحطهم على جنب. دي الحاجه الوحيده اللي بحددها في بدايه الاسبوع. بقيه الحاجات عادي يعني بحددها يوم بيوم. بس ليه؟ عشان ادي نفسي فلكسبيليتي، اللي هو حسب يومي ماشي ازاي هقول ايه. بص النهارده الاثنين هبص على لستة الامبورتنت ثينجز واقول ايه ماشي، لا انا هقدر اعمل دي النهارده، واختار دي اخليها الوان ثينج، بحيث ان انا ما ابقاش زانق نفسي انه يعني الوان ثينج لازم تبقى شيء محدد النهارده. لا، ممكن يبقى عندي شويه فلكسبيليتي بختار ما بين 7 حاجات، بس لازم واحده من ال7 تتعمل النهارده. دي حاجه يعني انا بزودها كنوع من انواع زياده الفلكسبيليتي والتعامل مع صحتي النفسيه. وبكده تكون هذه السلسله انتهت. شرحنا فيها اهم 3 عناصر لاداره حياتك المفروض تعملهم ديليجيت بره مخك، وتخلق لهم سيستم خارجي قادر على ان هو يهندلهم احسن واذكى منك، لانه ببساطه حاجات مش مخك منظم ليها. انت ده بتقلل الحمل الادراكي من على مخك، بتقلل القلق، بتقلل التوتر، بتخليك اروق واهدى واكثر انتاجيه وفعاليه. اتعلمنا ازاي نخرج المواعيد من امخاخنا وذاكرتنا، وبدل ما نقعد نفكر انا عندي ايه بكره، عندي ايه الاسبوع الجاي، لا تاخد كل ده ترميه على الكالندر. كل ما تجيلك في يعني ميعاد ترميه على الكالندر. اتعلمنا ازاي نوصل لانبوكس زيرو ونروض وحش الايميل ونخليه صديقنا الصدوق مش مصدر قلقنا وزهقنا. واخيرا اتعلمنا ازاي بسيستم لطيف ظريف انيق لامم تعقيد افكار كتير في طول واحده وسهله ولذيذه، ازاي تهندل افكارك وتاسكاتك ومشاريعك في الشغل بالذات بشكل فعال بره ذاكرتك ومخك، وتبقى كل الحاجات دي معمول لها ديليجيشن، وتعرف تعمل ايه فين امتى من غير تفكير كتير بدون ارهاق بشكل منظم وذكي وفعال. لو انت بس عملت ال3 حاجات اللي انا علمتهم لك في ال3 حلقات اللي فاتوا دول، اوعدك ان انت هتعيش حياه اذكى واسهل، والاهم اسعد واروق زي ما بنسعى دايما في نورد. والى اللقاء في سلسله اخرى، او يعني اللي جايه مش تبقى سلسله، هتبقى حلقه بس هتبقى فيها مفاجاه. يعني انا هقول لكم حته من المفاجاه، وهي انه البلان يعني ان شاء الله ان الحلقه الجايه تبقى مختلفه عن الحلقات اللي فاتت، في ان مش هطلع اهبد مع نفسي. ان الحلقه الجايه هيبقى فيها ضيف. يا ترى مين الضيف؟ ابقوا معنا وستعرف. مش ابقوا معنا دلوقتي يعني، تابعونا يعني وهتعرف. لو الحلقة عجبتك اعمل شير وسبسكرايب لو انت بتتفرج على اليوتيوب. لو انت بتسمع الحلقة كبودكاست، وانا انصحك ان الحلقة دي بالذات يعني حتى لو قررت تسمعها ترجع تشوف الفيديو عشان تشوف الحاجات اللي انا عملتها، وازاي استخدمت يعني ازاي استخدمنا التول وكده عشان تشوفها بنفسك. فانصحك تشوف الفيديو بتاع الحلقه دي، هتلاقيه على يوتيوب، وهتلاقي اللينك بتاعه موجود على البيج بتاعتي. يعني تاني تبقوا عارفين مكانها دلوقتي خلاص، بس هحط لكم اللينك برضو. هحط لكم لينك امبل نوت في الشو نوتس. و لو المحتوى اللي احنا بنعمله عجبكم، هيبقى شيء بيساعدني جدا ان انتوا تدوا 5 نجوم للحلقه، او تدوني لايك وسبسكرايب وشير وتشارك الحلقه مع اكبر عدد، لان ده هيساعدني ان انا يعني انتشر اكتر، وده هيبسطني طبعا. ما فيش حد يحب يبقى مشهور. وفي نفس الوقت هيخلي ناس اكتر تقدر تشوف الحلقه، وده هيشجعني اعمل حاجات اكتر. ويكتبوا لي ريفيوز بتاعتكم، ابعتوا لي على تويتر وعلى فيسبوك، وقولوا لي ارائكم في الحلقه وفي الحلقات اللي فاتت وفي الحلقات اللي انتم نفسكم تشوفوها. واتمنى ان الحلقه تكون كانت سهله ولذيذه، ونكون زي كل مره نورناكم. شكرا.